وجع مربربة. طب نسمع مع بعضينا. الزمالك امبارح يعني خدنا طار النادي الاهلي كده، ويعني كسبنا له مودرن اهو. كان عامل ماتش مع مودرن صعب جدا، حسسني ان مودرن ده ريال مدريد. انا يعني هي وصلت بيك للدرجات دي يعني؟ طيب ما اعرفش عامه الاصطفه دي انت جايبها منين، بس اصطفه تمام يعني، وما انصحكش تاخدها تاني. يعني انت كسبت مودرن سبورت واخدت حق النادي الاهلي وحسستها ان هي ريال مدريد. طب عندك معلومه ان مودرن ده السنه اللي فاتت كان بيصارع الهبوط، ما كسبش حد على وجه البسيطه غير نادي الزمالك؟ طيب انت كسبت مودرن واخدت حق النادي الاهلي. طيب لما تعادلت مع المقاولين، انت زد كسب المقاولين، هل كده زد اخد حقك؟ بص ما تضربش من الاصطفه دي تاني يا استاذ عمرو، الله يكرمك. يلا بينا نشوف الجهبذ الاستاذ رضا عبد الحليم. ان زيزو والراجل ده فيهم شبه من بعض ولا ما فيهمش شبه من بعض؟ يا جدع حرام عليك. ده ميسي مع ايه؟ لعيب ده لعيب عادي. شد الجوانه محمد وادعي لي ربنا ياخد. اقسم بالله انا ما اعرف الناس دي بتظهر اعلاميا اصلا ازاي. اصطفى تمام يعني الفينا من مباراه واحده، مباراه بقى ميسي وزيزو بقى لاعب عادي من مباراه. يعني زيزو اللي 5 سنين بتقول عليه احسن لاعب في افريقيا، احسن لاعب في مصر، احسن اسيست، بقى عادي عشان مشي من عندك، والفينا بقى ميسي. اصطفى تمام. الناس دي بتظهر ليه يا جدعان؟ الناس دي بتظهر ليه؟